اهلا بكل متابعيني، عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بوصفه حلوه قوي. وصفه اول مره بجد تشوفوها على اليوتيوب. وصفه كده من اختراعي. هنعمل مع بعض يا بنات النهارده الجمبري الكذاب. ايه الجمبري الكذاب ده؟ اول مره نسمع عنه بجد والله. ده مش جمبري بس بجد طعمه تحفه تحفه تحفه. حاجة رخيصه جدا بتتباع في السوق، بتتباع يعني بسعر قليل جدا. هتشتريها وهتعملي منها، هتطلعي منها احلى جمبري. بتشتريه من بره بمبلغ وقدره بجد والله العظيم. انتوا عارفين سعر الجمبري كان ني او جاهز. شايفين الاستاكوزا؟ المفاجأة بتاعتنا الاستاكوزا هنطلع منها احلى جمبري. الاستاكوزا حبيت العب معاه شوية، هي ما كانتش صاحية قوي فعشان كده حبيت العب معاه شوية. لكن لو فعلا طبعا لو لسه طالعة من البحر ما ينفعش تمسكيها، ان طبعا المقصات بتاعتها دي ممكن تقفل على صباعك تعورك. شايفين الديل بتاعنا؟ بقولكم هو ده الديل بقى اللي احنا هنستخدمه للجمبري بتاعنا النهارده. احنا مش عملنا البفتيك الكداب والحمام الكداب يعني اما نعمل الجمبري الكداب يعني. احنا بنغلب، انتوا عارفين الستات المصرية ما بتغلبش في اي حاجة. هنقشر بقى ديل الاستاكوزا بتاعتنا، وهقول لكم طبعا على سعرها. على فكرة هي كتيرة جدا في السوق الايام دي، يعني ممكن تجيبي شوية كتار وتقشريهم وتحطهم في اكياس تلاجة وتحطيهم في الفريزر، علشان الاستاكوزا بيبقى فيها ايام في السوق وايام لا. هنقشرها اهو بكل سهولة، بتتقشر معايا زي اكني بقشر جمبري. والله هقولكوا على حاجة، بتتقشر كمان احسن من الجمبري بسرعة. بيبقى فيها كده عرق رمل كده، بتطلعيه برضو بايديك، بتعامليه معاملة الجمبري بالظبط. هنقشر بقى كل الكمية اللي معانا دي. انا بس بوريكم احنا بنقشر ازاي. شايفين؟ بتتقشر والله بكل سهولة صدقوني. وانتي قاعدة كده بتتفرجي على التلفزيون هتروحي مقشرة الكمية بتاعتك كلها بكل سهولة. شايفين لحمتها كده تخينة وسميكة، يعني مش اللي هي رفيعة كده وتحس لا ما فيهاش لحم، لا حلوة جدا. هقولكوا طيب على سعرها. هي كان بيقولي ب35. انا كنت بسأل على سعرها عادي صراحة، ما كنتش في بالي ان انا اجيبها. دي هي بوريكم يعني بعد ما قشرتهم، بعد ما قشرت كام واحدة هقعد مع نفسي طبعا واقشر بقى الباقي. والاستاكوزا هي حبيت العب معاهم شوية. المهم قال لي ب35، فبعد كده قال لي خلاص تعالي خدي الاربعة ب100، يعني ب25. فقلت له خلاص شكرا مش عايزة. فراح والله ده اللي حصل، فنزلها لي ل20. وبعد كده نزل لي قال لي بصي هم كلهم 4 كيلو، تعالي خديهم ب50 جنيه. يعني الكيلو قولوا واقف ب15 جنيه. حلوة جدا جدا جدا. بس انا وزنتهم صراحة طلعوا 3 كيلو، يعني هو اداهم لي على بعضهم بس انا وزنتهم لقيتهم طلعوا 3 كيلو مش 4 كيلو. فال3 كيلو دول طلعوا لي بعد التقشير بالشكل ده، طلعوا لي كيلو بحاجة بسيطة ماشي بعد التقشير. والرز بتاعتها دي مش هرميها طبعا، اغسلها كويس وفي صينية كده مع بصلاية وطماطمايه وتقلبيها بقى وتمصيها كده جميلة جدا. ده الجمبري بتاعنا اهو. الاستاكوزا اللي احنا نضفناها زي ما قلت لكم اهي، غسلتها طبعا. بصي عامله زي الجمبري بالظبط. هنحتاج بقى هنا عشان نعمل له التتبيله الحلوه ماشي. اول حاجه هنحتاج له معلقتين دقيق ومعلقه نشا عشان يبقى كريسبي كده وحلو مقرمش. وهنحتاج كمان البهارات، بصل بودر، توم بودر، من كل حاجه نص معلقه صغيره. وهنا هنحتاج رشه زعفران، لو ما عندكيش زعفران حطي كركم. وهنا نص معلقه ملح ورشه فلفل اسود وكمون، بتزودي في الكمون عشان انت عارفه السمك بيحب الكمون. وهنا بهارات سمك او 7 بهارات. هنيجي بقى ننزل كل البهارات بتاعتنا. التتبيله بقى هنقلبها كويس جدا. انا مش مستخدمه حاجات فريش ولا توم فريش يعني ولا حاجه، يعني هو التوم باودر. الريحه بقى بتبقى جميله جدا. شايفين؟ جميل جدا. في نفس البولة اللي مكانها اصلا البهارات اللي احنا حطيناها هنحط النشا، هندوبهم
بعد كده هنحط الدقيق عشان نعمل لها طبقة كده، نعمل طبقة للجمبري بتاعنا. هو مش جمبري طبعا، جمبري كذاب. الدقيق بتاع الاستاكوزا. هنقلب كل دوت وهجيلكوا تاني. هنزود هنا ملح، شوية ملح اهو. هنزود برضو ايه تاني، هنزود برضو رشة زعفران، عايزة لونه كده يكون اصفر وحلو، ورشة كمون اهو. شايفين بقى لونه حلو قوي. هننزل بقى كل ده هنا. احنا على طول بنعمله معاملة الجمبري بقى ما شاء الله جميل جدا. طبعا التوابل اللي احنا عملناها في الاول عايزه تسيبيها نص ساعه ساعه، الجمبري ياخد من طعم التتبيله، سيبيها. وبعد كده ممكن نعمل خطوه الدقيق والنشا. حطينا طبعا شويه ميه عشان نقلب فيهم الدقيق والنشا. هنسيبهم شويه بقى كده لحد ما نجهز الدقيق بتاعنا. انا نسيت الليمون على فكره، انا غسلاها بليمون برضو، لازم تغسلها كويس جدا عشان هي بيبقى فيها زفاره شويه عن الجمبري ذات نفسه اهو. عصرت ليمونه كبيره اهي. هنقلبهم برضو. شيل البذر ده. هنسيبهم شويه. وبصوا انا شايله شويه هنا، بصوا شويه كده شايلاهم. هعملهم بالطماطم والبصل والفلفل وكده، وهوريهم لكم برضو. نعمل بقى الكفر بتاع الجمبري بتاعنا او الطبقه بتاعه الجمبري. هنحط 3 معالق كبار من الدقيق، ونص معلقه نشا، ورشه زعفران. الزعفران ده مهم جدا عشان يديكي نفس اللون اللي انت بتشتريه من بره بالظبط. بعد كده بقى هنجيب بايد طبعا، يعني نطلع بايد من الطبق الجمبري بتاعنا، وبالايد التانية نقلبه كده بالدقيق. ولازما وانتي بتحطيه في الدقيق تفردي الجمبري معاكي، ما تحطوهوش وهو مدور كده، علشان خاطر لما يجي يتحط في الزيت تقليه ان الجمبرية تكون مفروضة كده زي الصباع ما مفروض، ما تكونش جاية منك بعوجة كده، فاهميني كده. بقى هنجيب مصفى او منخل يعني، وننخل الجمبري بتاعنا ده علشان احنا عايزين ننزل كل الدقيق الزيادة فيه عشان ما يتحرقش في الزيت. وطبعا هيغمق لك الزيت قوي اهو بالشكل ده. هننزل كل الدقيق الزيادة اللي فيه. شايفين الدقيق الزيادة نزل اهوت. اللي وصل معايا لحد هنا يا بنات يحط لي لايك، اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يحط لي لايك، واللي ما اشتركش يا بنات يا ريت يشترك عندي عشان تنوروا. كده هنجيب الزيت يكون طبعا سخن جدا، وننزل فيه الجمبري بتاعنا، ونهدي على النار شوية، يعني نار متوسطة كده. وما بيغيبش معاكي دقيقة، هي دقيقة وتلاقيه استوى معاكي. على فكرة ما بيغيبش خالص في النار عشان خاطر ما يجلدش او ما ينشفش منك. الطبقة بتاعته جميلة جدا، كريسبي وطري كمان من جوه، مش ناشف من جوه. لونه تحفة يا بنات بجد، هيعجبكم كتير كتير. ممكن تطلعيه في مصفى يصفي الزيت بتاعه، او تطلعيه على مناديل. بعد كده هنعمل اللي هما الشوية اللي انا قلتلكوا عليهم، اللي هو بالبصل والطماطم. نزلنا بالبصل وبعد كده الطماطم والفلفل وشوية الجمبري اللي احنا سايبينهم. اقسم بالله كان طعمه تحفة، والله كان طعمه جميل. وهننزل برشة ملح ورشة كمون، ولازما زعفران عشان يديك اللون والصوص الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ولو عندك كاري حطي شوية كاري. يا بنات حاجة ما تصدقش، يعني حاجة ب50 جنيه بس، طلعت منها حاجة بشتريها من بره ب600 جنيه. يعني 2 كيلو جمبري بعد ما عملتيه بالشكل ده هيطلع معاكي 2 كيلو جمبري ب600 جنيه بجد. ولو اشتريتيه ني هتشتريه ب200 جنيه ب250 جنيه بجد، حاجة فوق الخيال.
حاجة فوق الجمال والطعامة. وشكرا لكم جدا، يا رب يكون الفيديو عجبكم.